السلام عليكم السلام ورحمة الله عليكم. وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير، حياكم الله يا شيخ. جزاكم الله خيرا يا شيخ. عند السؤال يا شيخ إن شاء الله. تفضل يا أخي. يا شيخ، لماذا يبدأ الله في بعض آياته بإيمان بالله وعبادته وبعد آخر كفر بالطاغوت؟ ما هو أكثر أهمية، إيمان بالله أو كفر بالطاغوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن الكفر بالطاغوت تطهير القلب، والإيمان بالله تزكية للقلب. والكفر بالطاغوت مثل الطهارة من النجاسة للصلاة، الطهارة من النجاسة للصلاة. الإنسان يتطهر لكي يصلي، المقصود الصلاة، لكن لا بد أن يتطهر، وإذا لم يتطهر لا تصح صلاته. الطهور شطر الإيمان، الطهارة لا بد منها لصحة الصلاة، وطهارة القلب بالكفر بالطاغوت لا بد منه لصحة الإيمان. فلا يصلح أن يؤمن بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا لا يمكن أبدا. يشرك ويسلم، يكون يشرك ويسلم في نفس الوقت، هذا لا يكون. كما أنه لا يمكن أن يكون نجسا ويصلي، لا يمكن. لا بد من الطهارة بصحة العبادة، ولا بد من طهارة القلب بصحة الإيمان. بارك الله فيكم يا شيخ، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، حياكم.